هسه شنو يعني حلوه هسه؟ اي كلش حلو كلش. هسه انت ثبتت نفسك انت شنو؟ اي ثبتت نفسك، ثبتت روحك انت مخذوذ من مره. هاي العيون لا المخرج. يلا حتى اطلع بالشيء. هذا تصرف مال الشعر هذا؟ هذا تصرف مال طبعا الشعر حبيبي. الشاعر شنو مثلا حاط له جناحات مال ملائكه؟ اذا انت تستفز شاعر ايش تريد الشاعر يسوي؟ هسه خلك مخرج مخلف الكواليس. يلا يعني ارجع لبيتك، خلف القضبان. ارجع لبيتك حبيبي، ارجع لبيتك. يلا ارجع بيتي احسن من هاي القعده. يلا بيئه. بيئه؟ هو انت تعرف كلمه بيئه حتى تحكي بالبيئه؟ دوخر في دول عينك هسه على اساس شلون بودي جارد انت؟ لا شوف ياسر يعني ما اقدر افرب اني. اولا عمار تاكد لي الكاميرات طافيه، بارد كاميرا تصور تاخذ. ما نقدر نفرب. وين تقدر؟ وين تحلم انت هسه اخذها انت بعد اسمك ما تندل. يلا انا احكي مو هذا. يلا 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 خلصت بطولاتك؟ يلا جريندايزر. بطولات الناس تعرفها. يلا وانت انغثيت لك من طفله. انت زعفت. شوف المنطق وزعفت لها وتجي تقول يلا هاي المنطق مالتك. تفلش الديكور، فلشت الديكور. هاي منطقك مو؟ ومزور بلشت على راسك. انطوي جوره. يلا دا ينتظر الجور. هاي سوالف مال واحد ينتظر الجور. يلا وظال على اجوره كان بدون اجورك. يلا يا عمي فال يلا 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 تفضل ما تفضل صح للمخرج. يلا تفاهم وياه. تفضل اخي تفضل. مخرج برا. تفضل اخي. ياسر يعني انت مصر يلا تفضل اسوي اللقاء الاخير انا وياك؟ يعني انت مصر على هذا الموضوع؟ تفضل. شنو تفضل؟ تفضل. هسه انا والولد بدنا نتفاهم، اطلع من الموضوع، اطلع من دماغي ومن الموضوع. اوكي يلا. شوف انا ما احب اطلع بهاي الطريقه، مال انا قاعد على مكان وواحد يقول لي تفضل وواحد يقول لي بلا زحمه عليك واخذ نفسي واطلع ماكو. اللي يحترم نفسه هنا وياه يحترم نفسه وياه. عندك متقارديه صيحهم اذا انا سئت الادب. زين؟ يلا بعد لا تعيدها بعد. يلا. بس مع الاسف عليك. مع الاسف عليك. اخلاقك. يلا يلا. هاي كسرت البوب هاي. يلا هاي انت من السومريه. علي علي دشاق ابوك حلاوي. علي تعال جوا. تعال جوا الله دشاق ابوك عمري. الله يشاق وياك. الله يشاق. شفت تصورون؟ شفت تصورون والله؟ علي بلشت الاستوديو علي. انا شوف كلش خايف على وجهي. تصفيق العلاوي تصفيق. عمي تحملتني هوايه. تحملتني هوايه على انا ما خلصت كل سنه. حبيبي اعتذر. وانا مش فاجر والله. والله العظيم. يعني انا قلت انت يعني اكو فد شيء تسوي عليه يعني. حبيبي تعال علاوي تعال عدلونا الديكور. طبعا بس احب انوه فد شغله، انه كل الحكي اللي قلته وكل الاشياء اللي قلتها بحقه ان كان شعراء وان كان ناس كلها في سبيل انه اضغط عليه. تحملني كلش هوايه لانه خلوق، لانه مؤدب. والله انت غالي علي والله مو بالبرنامج. فاجأتني انه الصدمه انه صديقك يحكي. بس انا حسيت التمام اكثر فتوقف الموضوع اللي جاب. يعني شو الموضوع ده افكر انه ايش حيحكي بعد. والله ما اعرف. كله مو بحقه لانه علي فريداوي. ثاني انا اريد اطلع احس روحي بهالطريقه اطلع. حبيبي على اسف ثاني. انت رجل كبير وشاعر مهم حبيبي. وانا احبك وانا معجب بك. انا اسفه استاذ. ولقاء مو لوليته لقاء اسمها. وهذا الموضوع كله مفبرك. حبيبي حبيبي رمضان كريم عليك. كل عام وانت بخير. واعتذر منك. رمضان كريم عليك وان شاء الله الناس يعذروني. لان اي واحد يخلي نفسه بمكاني يجوز اكو ناس اكيد اكو ناس تحب ياسر ما قبلت على تصرفي. بس هو عرف شلون وين ادوس. حبيبي علاء انا اشكرك. قول شيء لجمهورك على رمضان حبيبي علاء. ان شاء الله رمضان خير وعافيه عليكم وان شاء الله نزرع الفرحه
والابتسامة عليكم حتى وإن كانت من أنا أعصابنا. والله كنت خايف لأنه أنا أكثر واحد متابع على الانستغرام وعلى الفيس وعلى السناب، كل ما ادخل عليه اشوفه دا يلعب حديد، قلت هذا ايش حيسوي بي؟ من وقف يمي قلت اريد اوخر اريد اثبت، لان قلت هذا بس يعطيني اياها مستقيمه، هو اللي زم روحه لانه يلعب حديد 24 ساعه. حبيبي علاوي شكرا شكرا جزيلا، ونتمنى لك فوتوشوب احلى من هذا. يلا باي باي، تحياتنا لك. حبايبي المشاهدين، حقيقه اكون ناس اصدقائي، يعني اكو مو من اصدقائي كلش ضاغط على روحي انه اني اسمعهم هذا الكلام، بس انتم تستاهلون انه نشوف ردود افعال الناس لما تفقد اعصابها شيء يصير. كل عام وانتم بخير، احبكم كلش هوايه. هالمره فاتت سلامات، ربه كله كان فلش الوتشي، يعني انا اعرف ضربته شنو. انتظروني بحلقه جايه وكتله ثانيه.